حكوا علي. أنا آسف. سلاوي كاره الزواج. أنا كمان بصراحة زودتها يعني. علمني أعيش. أولا مرحبا إيتي. علمني أعيش أغنية بصراحة بتعني لي كتير، وهي بلهجة جديدة، بلهجة شعب أنا كتير بحبه، الشعب المصري أكيد. أتمنى إني أكون أتقنتها وإني أكون عجبتهم هاي المرة. أنا لو على قلب أنا مش بنساك، أنا عشت أحلى سنيني معاك. والجمهور المصري سلاوي اهتم جدا بالكليب، وكالعادة قدم فكرة جديدة من خلاله، بس ساعات الجديد بيقلب ضده وبيتحول لجدل. ديني ما بعمل الفيديو عشان أثير جدل صراحة، بالعكس مرات إثارة الجدل بتضر يعني ما بتفيد. بس أنا حاعمل كل إشي جديد، أنا حاعمل كل شيء غيري عم بقلده عشان ينجح، وعم بنجح لما يقلده. فأنا ناجح خلص، أنا بشوف حالي هيك ناجح، سواء كان إثارة جدل أو مش إثارة جدل. ما حتلاقوا إشي زي الرقص أكيد في هاي الأغنية، بس ممكن تلاقوا رقص بعدين، ممكن تلاقوا أي إشي تاني بعدين، أي شيء غير متوقع أنا بعمله. واللي بيميز فيديوهات سلاوي كمان إن جزء من شخصيته بيكون ظاهر، كون هو اللي كاتب وملحن الأغنية. في كل فيديو أنا بصراحة عم نحط جانب اللي هو أنا اللي كاتب وأنا الملحن، فمشاعري أنا فيها، فأكيد في كل أغنية فيها. علمني أعيش زي ما علم جرحك فيا. بس المرة دي الكليب حزين وفيه موت وإسعاف في الموضوع، فهل ده بيعكس حالة سلاوي حالياً؟ ممكن مش مؤخرا يعني، ممكن زمان، بس هلا حبيت أحكي عنها. يعني ما في إشي بكون له وقت محدد، ممكن زمان ممكن هلا، مش شرط يكون هلا. مش حالتي هلا يعني. فشكله سلاوي اتخطى انفصاله عن حبيبته اللي مر فيه مؤخراً. بعيشش خيبة صراحة، كل شيء متوقع يعني، ما بتفاجأ. لا تصاب بالخيبة. توقع الأسوأ. I'm good. يا ريت لو بس فرصة كمان أشوفه تاني أي مكان. بس غريبة إنه مش متفاجئ، خصوصاً إنه في لقاء سابق مع إيتي بالعربي اتكلم عنها. إنه بعد تعب طويل وبعد كتير أشياء صعبة قدرت ألاقي الحدا المناسب والحدا اللي هو مكتوب لي أصلا، بس ما كان سهل. فهي يعني هيك بتحكي له. حكوا علي. أنا آسف. وأنا كمان بصراحة زودتها يعني كتير، حاولت خلاص عقل ما بدي أتجوز. دائما فاتح قلبي، بس هاي المرة ما راح أحكي لهم أشياء مش مؤكدة. على قلب أنا مش بنساك، أنا عشت أحلى سنيني معاك.